أهلًا بيكم في محاضرة جديدة وكورس جديد ومحتوى جديد. هنتكلم النهارده إن شاء الله وهنبتدي في أول محاضرة من الكورس Natural Science. الكورس دوّة الحمد لله إحنا أول قناة على اليوتيوب أو على أي منصة تعليمية بتتكلم على محتوى كامل على الNature Science. إحنا في الكورس دوّة أو في الplay list ديّة هنتكلم على يعني إيه nature science، يعني إيه physics، يعني إيه chemistry، يعني إيه mathematics، يعني إيه biology، يعني إيه astronomy، التطبيقات العملية بتاعتنا في الحياة حتى لو أنا مش متخصص في nature science أنا الجزئية دي بتفيدني إزاي في حياتي، إيه هي التطبيقات بتاعتي، إيه لازمة البرمجة في كل فرع من فروع الnature science. هنتكلم برضه على أهم القوانين الموجودة عندي في الphysics والchemistry والcomputer science والmathematics. هنعرف أهم النظريات العلمية وأهم العلماء اللي عندنا. أنا باشمهندس أدهم سميح owner لES Applied Science Academy، أكاديمية العلوم التطبيقية وinstructor لمواد الprogramming والphysics. هنبتدي في أول محاضرة. طبعًا إحنا الكورس بتاعنا بالذات الكورس دوّة فيه كميات عملي كتير جدًا، فإحنا هناخد جزء نظري وأجزاء عملي. فهنبتدي النهارده طبعًا عشان نبتدي بأول حاجة في أي science لازم نعرف هو الscience دوّة بيتكلم على إيه، إيه هو الconcept بتاعته. الnatural science العلوم الطبيعية ده branch of الscience، هو فرع من فروع العلم. طب هو العلم أصلًا ليه فروع؟ آه طبعًا. إحنا عندنا الnature science اللي هو المحتوى بتاعنا، عندنا الsocial science اللي هي العلوم الاجتماعية، ودي مليانة في فيديوهات ياما جدًا عليها وإن شاء الله برضه هنتكلم عنها، اللي هو الsociology والphysiology والeconomy والlaw والpolitical science والgeographic والhistory وكل دوّة، اللي هي الحاجات اللي بتبقى فيها أكتر أجزاء نظري شوية. وعندنا طبعًا اللي هو الnature science اللي هو المحتوى بتاعنا، وعندنا الapplied science اللي هو بيتكلم على الcomputer science أو الcomputer science بشكل عمومًا والprogramming والmedicine والengineering. الnature science بقى قُلنا دوّة branch من الscience that studies الphysical world، العالم أو العالم الفيزيائي بتاعي and الnatural phenomena. بمعنى أنا مثلًا دلوقتي الظواهر اللي قدّامنا أو في حياتنا عمومًا، إحنا عندنا سرعة، عندنا حركة، عندنا طاقة، عندنا إساحة، عندنا عجلة الجاذبية، عندنا الجاذبية بشكل عمومًا، تمام؟ الnatural phenomena البراكين اللي بتحصل، الفيضان، درجة الحرارة، انخفاض درجة الحرارة، كل دوّة الحاجات الطبيعية دي كلّها اللي ربنا هو اللي خلقها، الإنسان مش هو اللي عاملها، تمام؟ الحاجات اللي خاصة أكتر بالكون ديّة تبع الnature science. فالnature science هو اللي بيدرس الphysical world، العالم الفيزيائي. العالم الفيزيائي هنا قصدي بيه على الحاجات اللي فيها حركة، الحاجات اللي فيها حرارة، والحاجات اللي فيها طاقة، اللي هي الظواهر اللي الفيزيا بتهتم بيها. طب الtarget بقى بتاع الnature science هو إيه هو الهدف بتاعه؟ الهدف بتاعه إن أنا باعمل understand how الnature work، إزاي الطبيعة دي كلها بتشتغل. ربنا لمّا خلق الكون، ربنا لمّا خلق الطبيعة إيه القوانين اللي اتحطّت علشان تبقى بتخلّي الطبيعة دي تشتغل؟ يعني ليه البحر الموجة بتاعته بتيجي في أوقات معيّن بترتفع، ليه أنا لمّا بامشي بطريقة معيّنة سرعتي بتتغيّر المسافة، طَب أمشي في خط مستقيم والّا أمشي إزاي؟ فكرة الطيارة لمّا اتعملت ليه؟ إيه كل حاجة اتعملت ليها أساس، ليه الكواكب بتدور حوالين بعضها وما فيش كوكب بيخبط في التاني؟ فالحاجات دي كلّها أنا لمّا باتأمّل فيها أنا عايز أفهمها، عشان أفهمها بافهمها من خلال الnature science. حتى باجي باتكلّم على جسم الإنسان، التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جوّه جسم الإنسان، كل دوّة جوّه تطبيقات الnature science. يبقى الnature science ده branch من الscience بيهتم studies للphysical world والnatural phenomena. الهدف بتاعي إن أنا باعمل understand how الnature work. تاني حاجة برضه ده explain الbehavior of الmatter والenergy والlife وآخر حاجة عندي الuniverse. طبعًا كل واحدة من دول في ليها كلام لوحده. يعني أنت عندك إن الmatter ديّة أصلًا لوحدها ده كورس اللي هو المادة. المادة ديّة هي أساس الphysics وأساس الchemistry، لأن أنت أي مادة بتتكوّن عندك من أجزاء معيّنة،
والمادة ديّة ليها طبعًا خواص كيميائية وليها خواص فيزيائية، اللي هي حالات المادة، الحالة الsolid، الliquid، الgas، الplasma، كل ده هناخدوه قدّام. الenergy الطاقة، ماشي، الطاقة الحركية، الطاقة الكهربية، الطاقة المغناطيسية. الlife اللي هو بقى الجزئية بتاعة الbiology، الإنسان إزاي بيعيش، الfunction اللي الإنسان بيعملها أو الanimal أو أي كائن حي بيعملها. وطبعًا في الآخر خالص الuniverse الفضاء بتاعي، الكواكب، حركة الكواكب حوالين نفسها، حركة الكواكب حوالين الشمس، حركة الأقمار حوالين الكواكب ذات نفسها. لمّا باتكلم على الmatter والenergy والlife، أنا هنا باتكلم على الphysical world بقى. طبعًا الmatter ديّة قُلت لك هي أساس الphysics وأساس الchemistry، والenergy برضه هي أساس الphysics وأساس الchemistry، فالاتنين دول هم دول الphysical world بتاعتي. كده عرفنا الnature science هو بيتكلم على إيه بشكل عام. إيه هي بقى الobjective بتاعة الnature science؟ الnature science اتعمل ليه؟ قال لك أول هدف ليه في الnature science ودوّة الهدف الرئيسي بتاعي اللي هو understand الnature phenomena، ظواهر طبيعية. الظواهر الطبيعية عندي زي العجلة، الإزاحة، المسافة، القوة بتاعتي، تمام، إزاي أنا أقدر أحرّك الجسم دوّة بسرعة معيّنة، كل دوّة nature phenomena. حتى المناخ والتغيرات المناخية اللي هو الclimate change والglobal warming اللي هو الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة، كل دول علشان أفهمهم لازم أعرفهم من الnature science، هو ده الحاجة الوحيدة اللي ليها علاقة أو عشان يدرس لي ويخلّيني أفهم الظواهر ديّة. بعد كده explain how and why الnatural event occur، بيعرّفني إزاي وليه الأحداث الطبيعية ديّة حصلت. يعني ليه أنا كل شوية باحس إن الشمس درجة حرارتها عمّالة تزيد، ليه أنا بيحصل تأخير شوية في إن المطر ما ينزلش شبه الأول. يعني إحنا دلوقتي في الشتا بتلاقي الدنيا بتشتي كل شهر 3، 4 مرات، مع إن الأول بنتكلم مثلًا على قبل 2019 كانت خلاص الدنيا بتشتي من أول شهر 9، دلوقتي لأ. ليه؟ لإن أنا في الnature science بيقول لي إن أنت في عندك حاجة اسمها climate change وعندك global warming، فعرفت كده ليه بيحصل عندي اضطرابات شوية في فصول السنة. بعد كده predict الfuture event، طالما أنا فهمت الnature phenomena وعرفت how and why الnatural event occur ليه الأحداث دي بتحصل، أقدر أتنبأ في المستقبل. ودوّة اللي إحنا اتوقعناه ساعة خُرم الأوزون، لمّا طب ثقب الأوزون عندي بدأ إن هو يوسع، فعرفنا إن بعد كده قدّام شوية درجة الحرارة عندي هيحصل لها اضطرابات بسبب الاحتباس الحراري، فهيحصل عندي تداخل في فصول السنة. طب أنا عشان أعمل predict للfuture event هل أعملها كده من غير دليل؟ لأ، أنا محتاج دليل، فاعملها من خلال الscientific law اللي هي القوانين العلمية، ودوّة هيبقى chapter لوحده وlecture لوحدها هنتكلم عنها. عملت understand للnature phenomena، عرفت ليه الnature event occur، عملت predict الfuture event من خلال الscientific law، أقدر بقى أعمل apply للknowledge عشان أعمل improve للhuman life. أنا باتعلم عشان أحسّن العيشة بتاعتي، فأنا بقى باخد كل الscientific law لكل فرع من فروع الnature science باعمل له تطبيق، باطبّق المعرفة، فلمّا طبّقت المعرفة راح ظهرت لي التكنولوجي اللي هي بقى الcomputer science والprogramming والartificial intelligence والcyber security والdata analysis والmedicine الطب. لمّا فهمت علم الأحياء، لمّا فهمت الفيزيا، لمّا فهمت الكيميا ودمجت ما بينهم، قدرت إن أنا أعمل علم تاني اللي هو علم الطب. ما هو علم الطب ده لمّا ظهر إن أنا فهمت ليه الإنسان بيحصل له 1، 2، 3، 4. فلمّا فهمت دوّة وفهمت الكيميا، فمن خلال التفاعلات الكيميائية طلّعت أدوية، فكده عملت مجال الطب وعملت علم البيئة، قدرت أفهم إيه هي الغازات الضارة اللي بتضر البيئة بتاعتي، أسباب الاحتباس الحراري، أسباب التغير المناخي، رُحت عملت علم جديد اسمه علم البيئة، يخلّيني أقدر أتواكب مع التغيرات البيئية اللي بتحصل. طب أنا دلوقتي
علشان أعمل بقى predict للfuture event محتاج إيه؟ قال لك محتاج scientific method طرق علمية. عندك 6 طرق بتمشي فيهم بالترتيب. أول حاجة اللي هي الobservation الملاحظة، ودوّة اللي كان بيعمله نيوتن وأينشتاين وكل العلماء، إن هو بيبقى قاعد في الطبيعة هو عمّال يشوف اللي بيدور حواليه وعمّال يتأمل فيها، من خلال ما هو بيتأمل منها قدر إن هو يكتشف حاجة معينة. أول حاجة هو بيعملها بعد ما بيتأمل ويلاحظ الحاجة ديّة، هو بيسأل نفسه هي ليه الظاهرة ديّة حصلت؟ تمام، وإيه المشكلة اللي جات علشان تخلّي ده يحصل؟ زي مثلًا نيوتن اللي هو الحاجة الشائعة اللي فيها بيقول لك اللي هو كان لمّا كان قاعد تحت الشجرة لقى التفاحة نزلت في خط مستقيم، فهو سأل نفسه هي ليه لمّا التفاحة نزلت في خط مستقيم، ليه ما خدتش ميل شوية؟ فأنت أول ما بتتأمل في حاجة وتستغربها لازم تسأل نفسك، كده أنت عملت أول خطوتين. تالت حاجة اللي هو الpossible explanation اللي هو التفسير المستحيل، أنت خلاص بتوصل لمرحلة إن أنت مش عارف تلاقي ليها تفسير. أول ما بتشوف حاجة غريبة وسألت نفسك وخلاص مش عارف إيه سببها، لازم تعمل تجربة. بتعمل التجربة خلاص أنت دخّلت بقى الinput البيانات بتاعتك، من خلال البيانات عملت process اللي هي المعالجة أو على حسب أي عملية أنت هتعملها، فالعملية ديّة وأنت بتعمل عملية الprocess هيطلع لك حبّة معلومات. المعلومات ديّة أنت هتعمل لها data collection بتجمّعها وهتعمل لها analysis. بعد ما بتعمل الanalysis هتوصل خالص بقى لآخر حاجة خالص، اللي هي النتيجة بتاعتك، اللي هي الknowledge. باخد الknowledge ديّة باعملها على هيئة حاجتين، يا theory يا law، يا نظرية يا قانون. طبعًا لازم النظريات والقوانين هُم الاتنين بيكونوا مرتبطين ببعض. ما ينفعش أعمل لك نظرية من غير ما يكون عندي قانون، لأن القانون هو التطبيق، والتطبيق بييجي من التجربة. طب النظرية تيجي من الdata collection والanalysis. يبقى أنت عشان تعمل scientific method في الnatural science وخلّي بالك الطرق ديّة إحنا هنستخدموها في كل فروع العلم اللي جاية، سواء كان physics أو chemistry أو biology أو astronomy. أول حاجة باعمل observation، بعد ما باعمل observation أنا باسأل نفسي question أو problem، بعد كده باعمل possible explanation، بعد كده باعمل experimentation، بعد كده باعمل data collection and analysis، بعد كده باعمل الtheory والlaw. يبقى أنا لحد دلوقتي اللي أنا أخدته في أول دورة لينا إن nature science هو فرع من فروع الscience ده studies للphysical world والnatural phenomena. هدفه إن هو بيعمل understand how الnature work. بعد كده قلنا الobjective بتاعتي إن أنا باعمل understand للnature phenomena، باعمل explain how and why الnature event occur، باعمل predict للfuture event using الscientific law، باعمل apply للknowledge to improve الhuman life. وطبعًا إن الnatural science ده بيعمل explain للbehavior للmatter والenergy والlife والuniverse. طب إيه هي بقى الapply knowledge أو هي الapplication بتاعته اللي هي طبعًا التكنولوجي والmedicine والenvironment. وقلنا الscientific method بتاعتي. بعد كده بقى إيه بقى أهمية الnature science؟ إحنا علشان ندرس العلوم الطبيعية، إيه أهميتها وليه أدرسها؟ يعني ليه نبقى عايزين ندخل كلية علوم ندرس physics أو ندرس chemistry؟ يعني أنا واحد من الناس كنت عايز يعني قبل ما أدخل الcareer بتاع الcomputer science أنا كنت عايز أدخل كلية علوم قسم فيزيا، وبعد كده لمّا حصل شوية لخبطة في درجات وكده، فدخلت إيه الcomputer science. فطبعًا الnature science ليه أهمية كتيرة جدًا، أهم 4 فيهم اللي هم improve الquality of الlife. لولا اللي إحنا فهمنا الphysics، لولا إن إحنا فهمنا الchemistry، لولا إن إحنا فهمنا الbiology، ما كناش عملنا علم الmedicine اللي هو بيخلّي الإنسان لمّا يكون مريض بيخف، التكنولوجي اللي هي بتسهّل دلوقتي كل حاجة لينا، فكل دوّة عمل improve للquality of life، فهو بيعلّي الquality of life، فبالتالي الرفاهية بتاعة الإنسان هتزيد. support الsustainable development التنمية المستدامة، طبعًا أكتر مصطلح دلوقتي مشهور وأكتر مصطلح دلوقتي ماشيين عليه، تنمية مستدامة، ماشي، ورؤية مصر 2030 اللي إحنا عايزين نقلل الاحتباس الحراري علشان نقلل تغير المناخ،
علشان نحافظ على الموارد المتاحة اللي عندنا. كل ده هاعرفه من خلال الnature science وبرضه من خلال التطبيقات اللي حصلت من خلال اللي هو إيه الenvironment science. باعمل solve للenvironmental and energy problem. ما هي البيئة عمال يحصل لها مشاكل، أنا عمال يحصل عندي زيادة في درجة الحرارة، عمال يحصل عندي زيادة في الاحتباس الحراري، كل ده مسبب لي مشاكل أنا عايز أحله، فهاحله من خلال الnature science. أو الطاقة، البترول عندي عمال يقل، الغاز الطبيعي عندي عمال يقل، فأنا هاعمله إزاي؟ أعمله من خلال الnature science من خلال الsustainable development. تمام يا أستاذ إيمان. بعد كده هترايف التكنولوجي and medical advancement. ما هو من خلال النيتشر ساينس انت عملت تكنولوجي اللي هو الروبوت، السنسور، الساتلايت، تمام، الاي اي، الكمبيوتر ساينس، كل دوت هو سهل استخداماتك اليوميه. وعملت الميديكال، الطب، لما ظهرت كورونا احنا من خلال التحليلات الكيميائيه والبيولوجيه والفيزيائيه قدرنا نوصل للفاكسين اللي يخلي اي حد لو جاله كوفيد 19 لو اخده هيخف على طول. فكل دول من أهمية النيتشر ساينس. طبعًا في أهميات كتير جدًا، بس دول أهم 4 حاجات في النيتشر ساينس. طب النيتشر ساينس بقى موجود في حياتنا؟ طبعًا موجود في حياتنا، زي إيه؟ قال لك الإلكتريسيتي والإلكترونكس، الكهربا والإلكترونيات. طبعًا أنت لمّا النور كان بيقطع ما كناش مستحملين ليه؟ لأن الكهربا هي جزء من حياتنا. والإلكترونكس بقى اللي هو بقى السمارت فون التلفزيون والكمبيوتر والتابلت والأيباد، كل دوّة تطبيقات من تطبيقات الإلكترونكس. طب الإلكتريسيتي والإلكترونكس دول جُم منين؟ قال لك جُم من الphysics. فأنت لولا الفيزيا ما كانش ظهر عندك الكهربا وما كانش ظهر عندك الإلكترونكس، كنا هنقعد في الضلمة. تاني application عندنا في الdaily life اللي هي الmedicine والfood presentation، الطب وحفظ الأغذية. طب كل دول جُم منين؟ ما دول جُم من الchemistry، من الكيميا. أنا بدون الكيميا ما كنتش عرفت إن أنا أعمل لك أدوية، ومن غير الكيميا والجودة بتاعة الكيميا ما كنتش هاعرف أعمل المادة الحافظة اللي بتحفظ الأكل بتاعي. بعد كده تالت application عندي اللي هو الhealth، الصحة. طب الصحة جات منين؟ جات من الفرع بتاع البيولوجي، الأحياء. آخر حاجة weather forecasting اللي هو توقعات الطقس وهيئة الأرصاد، ودي جات طبعًا من فرع الastronomy والphysics. الnature science هو الfoundation of الmodern knowledge. أي معرفة حديثة لازم الnature science هو يكون الأساس منها. زي إيه؟ قال لك زي التكنولوجي. يعني التكنولوجي هي دلوقتي أكتر حاجة modern دلوقتي عندنا في القرن ال21. أساس التكنولوجي هي الnature science، وهناخدوها إن شاء الله في الجزئية بتاعة الphysics. طب دي بتيجي منين؟ إن أنا باعمل studying للnatural law، بادرس وبافهم قوانين الطبيعة والprocess اللي بتحصل بسببها. فييجي بقى الإنسان ياخد القدرة إن هو يقدر إن هو يفهم ويعمل predict، يتوقع ويعمل responsible للinteract مع الnatural world. فأنا هنا كل الهدف بتاعي إن أنا عايز أخلّي الإنسان يقدر يعمل interaction مع الnatural world بتاعي، مع العالم الطبيعي. وبكده نكون خلّصنا أول session لينا من الcourse بتاعنا اللي هو introduction للnature science. إحنا أخدنا هنا في أول محاضرة يعني إيه nature science اللي هو الconcept بتاعي، أخدنا الobjective بتاعة الnature science والapplication بتاعه، وعرفنا الscientific method اللي بتحصل علشان أقدر أطبّق nature science، وأخدت الimportant بتاعتي إيه أهميته، وأخدنا الapplication بتاعة الnature science في الreal life بتاعتي أو الdaily life. وآخر حاجة عرفنا إن أنا كل دوّة أنا باعمله عشان أعمل interaction ما بين الhuman والnature world بتاعي. شكرًا ليكم، يا رب يكون المحتوى عجبكم، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية.